اللي يعمل عشا عروسة زينا نقول له يا عمنا. عايزة أقول لِك إن الصينية دي حرفيًا كانت هتُقع من إيديّا، ما شاء الله اللهم بارك، تقيلة جدًا مش قادرة أشيلها، فكنت حاسة إن هي خلاص هتُقع من إيدي، لو إيه الجماعة ورا الكاميرا مش سايبينّي في حالي، عمّالين بيضحكوني، بس الحمد لله عدِّت على خير. ده يا بنات مش أول فيديو أنزّله من النوعية دي، أنا نزّلت معاكم قبل كده أكتر من مرّة عَشا عرايس، لكن عَشا عروسة النهارده غير، لإن عروسة النهارده القمر بزيادة، حتّة السُكّر رورو، ربنا يسعدها ويهنّيها وتعيش في تبات ونبات وتخلّف صبيان وبنات، وعقبال يا رب لمّا كل الأمهات تفرح ببناتها وبولادها بإذن الله. فيالّا بقى نشوف عَشا عروسة النهارده جهّزناه إزاي، وشوية تكات كده وأسرار هتستفادوا منها جدًا. ما تنسوش تصلّوا على سيدنا محمد في الكومنتات عليه الصلاة والسلام. أول حاجة يا بنات أساسي لازم باجهّزها في أي عشا هو الرومي والبَط. طبعًا باشغّل عليهم النار أول حاجة، لإن الرومي بياخد وقت طويل في التسوية، وبالذات إن ما شاء الله اللهم بارك الرومي ده وزنه من 6 ل7 كيلو، فأخد تسوية كتير. تاني حاجة باعملها لو في برايم باشغّل النار على اللحمة اللي يعني اللحمة بتاعة البرايم. طيب الشوربة بتاعة اللحمة بتاعة البرايم دي أو اللحمة بقى عامةً يعني شوربة اللحمة وشوربة الرومي، مَيّة فيها طماطم وبصل، فلفل أسود، ملح، ورق لورا، حبهان ومستكة، يغلوا بانزل باللحمة وكذلك برضه الرومي بنفس الطريقة. لحمة البرايم يا بنات تستوي تلتين تسوية عشان ما تاخدش وقت طويل في الفرن، وكمان عشان تكون مستوية كويس أوي. بعد كده بقى هاجهّز البرايم، ما شاء الله اللهم بارك 10 برايم في الفيديو ده. رشّة كده من الرز تحت، رشّة فلفل أسود، اللحمة تكون كمية مناسبة لحجم البرامة، وكمان رشّة رز كده من على الوش، يعني مش رشّة أوي، يعني حبّة يكونوا يعني متوسطين، بس ما تمليش البرامة رز أوي علشان ما تكونش لسه يعني الرز مش مستوي. اللبن، كتّري اللبن بتاع البرامة بيدّي طعم حلو للبرامة، وكمان وِش حلو أوي للبرايم زي ما أنتم شايفين كده. بادخّل البرايم في الفرن، باعلّي النار من تحت، ومن الشوارب من الجناب نار متوسطة زي ما أنتم شايفين كده. أول ما بيبدأوا يغلوا باهدّي خالص من تحت، ولحد ما ياخدوا وِش حلو من فوق، وبافضل مهدية النار لحد ما يستووا وبيكونوا بالمنظر اللي أنتم شايفينه. بعد كده يا بنات في حمام محشي، هابدأ إن أنا أجهّز الخلطة بتاعة حشو الحمام. معلقة كبيرة كده من الزبدة، عليها معلقة من الزيت، كبد وقوانص مقطّعاهم قطع صغيّرة، الكبد والقوانص بتاعة الحمام باقطّعهم بالمقص، وابدأ إن أنا أدّيهم تشويحة كده بالسمنة، بانزل بمكعب مرق، بابريكا، فلفل أسود، توابل لحمة، وطبعًا ملح حسب كمية الكبد والقوانص، وهادّيهم تشويحة بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده. في الوقت ده يا بنات هابدأ إن أنا أجيب بصلتين كبار مبشورين ناعم كده في الكبة أو ممكن تبشريهم في المبشرة، وهادّيهم تشويحة مع الكبد والقوانص والتوابل. 3 كوبايات من الرز العادي مغسولين ومتصفيين، مش بانقع الرز ولا حاجة، أدّيهم تشويحة مع الكلام ده كله، وبعدين هانزل بكوباية كده صغيرة من المَيّة المغلية، عايزة الرز ده يستوي تِلت تسوية. في الوقت ده طبعًا الحمام مغسول كويس أوي، حتى أنا لو بييجي لي يعني أي طيور لازم إن أنا أأكد عليها غسيل كويس جدًا، وباغسلها بالليمون وبالملح تاني وبالدقيق. هابدأ إن أنا أحشي الحمام. طبعًا يا بنات أنا باجيب لكم كل وصفة أنا باعملها في العشا بالترتيب ورا بعضها، يعني مثلًا لو أنا باعمل حمام باجيب لكم إزاي باعمل الحشو أو الخلطة بتاعة الحمام، وباحشي الحمام، وباسلق الحمام، وأحمّر الحمام وهكذا. لكن في الواقع أي حد بيعمل عشا عرايس أنا مش بيكون بالترتيب ده. يعني إزاي؟ يعني مثلًا باولّع على الرومي باروح مثلًا أولّع على اللحمة، باروح مثلًا أجهّز في خلطة الحمام، مثلًا بيكون على النار جنب مني باعصّج اللحمة لو هاعمل مكرونة أو جلاش، مثلًا هاعمل كفتة يكون مثلًا ولّعت على اللحمة والرومي وباعمل في عجينة الكفتة أو يعني باجهّز لحمة الكفتة وهكذا. لكن أنا باحب أجيب لكم كل وصفة أو كل حاجة باعملها في الفيديو بالترتيب، عشان لو حد حابب ينفّذ حاجة منهم ما يتلخبطش والخطوات تكون ثابتة في دماغه. هابدأ أحشي الحمام كلّه بنفس الطريقة، اللي هتقول لي في الفيديو ده إحنا عملنا كام حمامة في الفيديو ليها جايزة عندي، فالشطورة بقى اللي قوية الملاحظة اللي هتعرف كام حمامة دي. اللي تعرف بقى تكتب لي في الكومنتات، وما تنسوش تصلّوا على سيدنا محمد. من شوية لو تفتكروا سلقنا اللحمة، باخد بقى لمّا باخرّج اللحمة من الشوربة أرصّها في البرايم، باخد الشوربة بتاعة اللحمة وباسلق فيها الحمام، بدل ما أجهّز شوربة جديدة، كده إحنا عندنا شوربة كتير بتاعة الرومي وبتاعة اللحمة، فمش باعمل شوربة تالتة، باخد بقى شوربة اللحمة وباسوّي فيها الحمام. اللون القمر للحمام بقى لمّا تغرّقي الحمامة كده في اللبن، اللي هو الحليب، في دول الخليج بيسمّوا اللبن حليب.
في سمنة بلدي بقى مع شوية زيت هنبدأ إن أنا أحمّر الحمام يا بنات، بيدّي لون وطعم تحفة للحمام لمّا نحمّره في سمنة بلدي. هنا طبعًا دي كانت لسه خلطة الحمام الحشو بتاعة الحمام كانت على البوتاجاز، وأنا كنت رايحة أعصّج اللحمة بتاعة المكرونة والجلاش، فأنا زي ما قُلت لكم بقى باجيبها بالترتيب. 2 كيلو لحمة مفرومين، بدأت إن أنا كده أشوّحهم تشويحة الأول مع السمنة البلدي، وبعد كده نزلت بالتوابل هتكون برضه بابريكا، توابل لحمة، فلفل أسود، ملح، ومكعب مرق، هانزل عليهم بشوية محترمين كده من البصل مع الفلفل الألوان ضربتهم في الكبة، وهاسيبهم على جنب. أنا كنت جهّزت المكرونة، مش كل الوصفات بانزّلها في نفس الفيديو، يعني مثلًا ممكن أنزّل لِك في الفيديو ده مثلًا طريقة الرز البسمتي. المرّة الجاية أنزّل لِك كذا، البشاميل وهكذا، لكن باحب أجيب لِك التريكات بس اللي أنتِ ممكن تستفيدي منها أو عشان الفيديو مدته ما تطولش. من شوية كده رشّيت شوية رشة جبنة موتزاريلا على المكرونة البشاميل، وطبعًا أنا نزّلت كتير فيديوهات للمكرونة البشاميل. هنا بقى قُلت أصوّر معاكم الرز البسمتي، لإن فعلًا في ناس كتيرة بتسألني على طريقة الرز البسمتي، أو في ناس لحد دلوقتي فعلًا مش بتعرف تعمل الرز البسمتي. بصلاية كده متوسطة شوّحتها، وبعدين نزلت عليها بجزرية برضه مبشورة، اديتها تقليبة، نزلت بطماطمتين برضه مضروبين في الخلاط أو في الكبة عادي، اديتهم تقليبة، وهنا هانزل بالتوابل. نُص معلقة من صفار الزعفران صغيّرة، ومعلقة كبيرة من الكركم، ونزلت بعيدان من القرفة والليمون المجفف، فلفل أسود، وطبعًا الملح حسب الكمية اللي أنتِ هتعمليها. هادّيهم تشويحة كده مع بعض، تشوّحيهم شوية حلوين عشان يدّي طعم حلو للرز. ده رز بسمتي الحبّة الطويلة، في على فكرة نوعين من الرز اللي أنا أعرفهم، يمكن في أنواع أكتر الله أعلم، بس أنا دايمًا لمّا باروح للعطار باقول له أنا عايزة الرز بسمتي الحبّة الطويلة. أخدت بقى من الشوربة بعد ما قلّبت الرز البسمتي مع الكلام ده كلّه، أخدت من الشوربة بتاعة الرومي، وباخلّي مستوى الشوربة فوق الرز يا بنات يعني زي عقلة الصابع كده، وطبعًا باسيبه يستوي. هنا بقى الترِكّة اللي بيعمل عزومات أو اللي بيعمل عشا عرايس، باجيب موس نضيف وبابدأ إن أنا أعمل خطوط كده يا بنات في البَط وفي الرومي. الخلطة بقى الحاجة اليُهنّمية اللي لازم تعرفيها، اللي أنا بادهنه ده عبارة عن إيه، زيت يا بنات وبابريكا. حسب بقى كمية الحاجة اللي أنتِ عندِك قد إيه، باجيب كده كمية من الزيت مثلًا إنه مثلًا زي النهارده كده رومي وبَط، نُص كوباية من الزيت عليهم حوالي معلقتين كبار من البابريكا، باقلّبهم كويس أوي بالفرشة، بابدأ إن أنا أدهن بقى البَط والرومي، شايفة بقى المنظر اللي قدّامِك بيتكلم عن نَفْسه. هنا كان المكرونة البشاميل طبعًا بادخّلها الفرن لمّا تستوي على نار هادية جدًا، تاخد حوالي نُص ساعة في الفرن، المكرونة تشرب بقى من البشاميل ومن اللحمة وتدّي اللون التحفة اللي فوق ده. ده الجلاش يا بنات، حبيت برضه ما أطوّلش عليكم، بعد ما بارُص الجلاش وباقطّعه، باشرّبه كده كوباية من الحليب عليها رشّة من الفلفل الأسود والملح، وكمان معلقتين من السمنة. وبادخّلهم طبعًا الفرن. هنا الرومي برضه بعد ما استوى بابدأ إن أنا أعمل خطوط كده فيه في الجلد من فوق بالموس، وباجيب البابريكا بالزيت وبابدأ إن أنا أدهنه، بيدّي طعم حلو أوي، أوي للحاجة اللي أنتِ بتدهنيها، وكمان لون خرافي زي ما أنتِ شايفة كده. بادخّلهم على الضهر الأول زي ما أنتم شايفين كده، وبعدين باقلبهم على الوش. هنا بقى كنت يعني خلاص خلّصت كل حاجة جاهزة، هابدأ بقى إن أنا أرُص الصواني. أنتِ بقى بطريقتِك، أنتِ عايزة تعملي كلّه في صينية واحدة الحمام مع البط مع الرومي، أو مثلًا لو عاملة كفتة بنجيب صينية كبيرة بنغلفها بفويل، بانزل بالرز البسمتي، وبانزل باللي أنا بقى اللي أنتم عاملينه بقى، عاملين حمام، عاملين رومي، عاملين بط، أي حاجة. جبت برضه قطع يا بنات من الفويل صغيرة ولفيت الأرجل بتاعة الرومي وبتاعة البط. الصينية الأولى دي كانت بتاعة أم العريس، والصينية التانية دي الصغيرة بتاعة العروسة. بابدأ برضه كده إن أنا أرُص ومعايا مكسرات يعني عملتهم كده شوّحتهم في معلقة من السمنة البلدي على النار كده عشان يتحمّصوا يعني. وبابدأ برضه إن أنا أرُش. المرّة دي بقى ما حشيتش البَط والرومي، بصراحة مش حابة أبدًا، كنت دايمًا لازم أحشي البَط والرومي لأ، مش أنا شايفة إن ما لهوش أي لازمة إن أنتِ تحشي البَط والرومي، كده بيكون في مكرونة وبيكون في جلاش وفي رُز بسمتي، طَب نحشي ليه البَط ورُز عادي؟ لأ، بعد ما بيستوي باحشيهم من الرُز البسمتي اللي أنا جهّزته. دي كانت صواني المكرونة ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا وشفا يا رب على القلب اللي هياكلهم، وكانت صواني الجلاش. ما شاء الله اللهم بارك، لون تحفة.
اللون الحلو للصواني الجلاش ده يا بنات عشان الحليب اللي إحنا شرّبناه بالسمنة البلدي، وده كان العشا طبعًا أنا كنت مجهّزاه بقى كده علشان أبدأ إن أنا أغلّفه، باجيب ورق زبدة وبعد كده ورق فويل وبابدأ أغلّف كل الحاجات اللي أنتم شايفينها دي. أتمنى يا بنات إن الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى تسيبوا لي رأيكم في العشا ده، الطريقة والتقديم وكل حاجة أنتم كل تفاصيل سواء كانت كبيرة أو صغيرة أحب إن أنا أعرفها، لو في مثلًا تلميح، في حاجة مثلًا أنتم شايفينها من وجهة نظركم مش تمام، تقولوا لي في الكومنتات بحيث إن أنا آخُد بالي بعد كده. ويا ريت كمان تقولوا لي في الكومنتات بتتابعوني من أي بلد، وما ننساش نصلّي على سيدنا محمد، هاسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم.